أهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. النهاردة هنتكلم عن البرنامج اللي بنرسم عليه وبنشوف السوق عليه وبنحلل كمان عليه. هنتكلم عن تريدينج فيو. كذا حد طلب انه تكون بتتعمل حاجة بتشرح اكتر البرنامج ده. طيب، بكل بساطة البرنامج ده تقدر انك تستخدمه على الموبايل، على التابلت، على اللابتوب. نسخة الموبايل والتابلت زي بعض، اللابتوب او الكمبيوتر مختلف شوية عنهم، لكن في الاخر هتلاقوا كل حاجة موجودة في الاتنين. خلينا نبص مع بعض عليه عشان نفهم. طيب، ببساطة اللي انتوا شايفينه قدامكم ده السوق، التغير السعري. الأخضر هو صعود والأحمر هو هبوط. الأخضر هو دخول للمشترين، الأحمر هو دخول للبائعين. اللي بتشوفه فوق هنا ده اللي انت بتتداول عليه دلوقتي. هنا جولد US دولار أو الذهب قصاد الدولار. اللي انت بتشوفه هنا هو الإطار الزمني اللي قدامك. يعني هنا 5 minutes 5 دقايق، يعني كل شمعة من دول بتمثل 5 دقايق. طيب، لو دوسنا على ده كده وغيرنا بدل 5 دقايق خليناها 1 يعني ساعة، فأصبح في الحالة دي إيه؟ إن كل شمعة من دول بتمثل ساعة. طيب، لو دوسنا تاني وغيرنا بقت 1D أو يوم 1 day، يبقى كل شمعة من دول بتمثل يوم. كل شمعة من دول بتمثل يوم. طيب، خلينا نرجع تاني على 5 دقايق. من الجنب هنا بتشوف الأسعار اللي واصل عندها السعر، من تحت هنا بتشوف الأيام والساعات اللي واصل عندها السعر. طبعا زي ما انتم شايفين احنا محتاجين نكبر، فبنيجي على الجنب كده ونشد بالماوس. شوفوا بيبتدي يكبر عندي، او بالبكرة بتاعت الماوس تقدر تحرك وتشد برضو كده، تقدر عشان السعر يكون واضح عندك. طيب، تعالوا نتكلم عن الرسم. تنزل هنا على علامة القلم، تدوس عليها. أكتر أدوات بتستخدمها هي المسطرة، الميجر، القياس. دي بتقيس الفترة الزمنية. لنفترض ان انت عايز تقيس من الريجكشن او الديل داون لغاية الريجكشن الهابط ده عشان تشوف المستوى قد ايه. فبعد لما اخترت المسطرة تاني هدوس هنا، اوريها لك، دوس هنا وتختار الميجر او المسطرة وتدوس عليها، تروح تحط اول نقطة هنا وتسيب، تشد معاك الماوس لغاية تاني نقطة وتقوم دايس كده. المسافة دي عبارة عن 55 دقيقة. 55 دقيقة. وهكذا لو كانت أيام هتبقى بيتكتب بعديها دي، لو كانت ساعات هتتكتب اتش يعني hours. فكده الفرق 55 دقيقة. طيب، تعالوا نشوف ايه الحاجة التانية اللي بنستخدمها كتير في الرسم، وهي الترند لاين او خط الاتجاه. تختاره ونبتدي برضو ندوس على القمة دي ونسحب واحنا سايبين زرار الماوس، ونقوم موصلين على القمة التانية دي ونقوم دايسين الدوسة التانية كده. مثلا كده رسمنا ترند لاين. كده رسمنا ترند لاين. طب عايز امسح الترند لاين، بتروح تاني على الرسم وبتختار إريزر أو الأستيكة وتروح تقف على الترند لاين يمسحه لك. طيب، ايه تاني يعتبر من الحاجات اللي كتير بنستخدمها؟ ندوس برضو على الرسم ونروح
القناة المتوازية اهي parallel channel او القناة المتوازية، ندوس عليها. برضو ازاي بستخدمها؟ تدوس على القمة وتسيب الماوس وتسحب وتلمس القمة التانية وتدوس وتسيب وتسحب وتدوس النقطة التالتة. كده بقت عندك قناة سعرية. كده بقت عندك قناة سعرية. في الحالة دي طبعا هابط، في الحالة دي هابط. طيب ايه تاني من الحاجات المشهورة انك تستخدمها؟ الصفقات. طب انت لنفترض ان احنا هنا لقينا فرصة صفقة، مثلا ان السعر هيكمل في هبوط، فانت عايز تقول ان انت عايز تدخل صفقة من هنا وعايز تحط مثلا المكسب بتاعك، مثلا لنفترض انه هنا مثلا، وقف الخسارة هنا مثلا. طيب عايز اخد الارقام دي اللي على اليمين عشان اروح احطها في الميتا تريدر، فبروح هنا عند القلم برضو ادوس واختار تحت كده، ننزل هنلاقي حاجة اسمها long position يعني صفقة شراء. لا احنا في الحالة دي عايزين بيع لتحت، فبنختار short position او صفقة بيع، نختارها ونروح نقف عند الحتة اللي هندخل منها، ندوس دوسة. اتحطت الصفقة بالاخضر اللي هو البيع المكسب، بالاحمر اللي هو وقف الخسارة الستوب لوس. احنا خدنا قبل كده في الكورس بتاعنا ازاي نحدد نقاط الدخول، الستوب لوس والتيك بروفيت او وقف الخسارة وجني الارباح، فارجع للكورس عشان تعرفها. لكن انا هنا بوري لك ازاي بتستخدم التريدنج فيو. طب انا بعد لما حطيت ببتدي احرك بقى الليفلز دي، بدوس هنا بالماوس واشيد، اقف هنا اهو وانزل تحت. عايز اخد الاخضر اسحبه واقول مثلا هحطه مثلا لنفترض مثلا هنا، او عايز انزل هاخده مثلا هنا. كويس. يبقى كده حطيت الصفقة بتاعتي، بروح على الميتا تريدر واحط الارقام بتاعتي دي، وقف الخسارة اللي بالاحمر هناك SL اهو، بروح اقراها من اليمين اهي 3292.5، وبروح على دي اقرا الاخضر اللي هو التيك بروفيت او جني الارباح، اكتبها هناك 3282.817. بكده يعتبر عملنا الحاجات الأساسية اللي انت محتاج تعرفها في التريدينج فيو. شكرا ليكم.